ماهيش سامحني معناها باحترامي لكل معناها بقايا في العالم، ماهيش افغانستان تونس، هو بلاد حضاريه وفيها الموسيقى هو باستثناء راهو 9 ابريل قبل زاد صارت احتفالات اللي من غير عرك ومن غير ضرب، حتى لو 20 مارس وقبلها معناتها معناتها حتى شيء ما يضمن عدم عوده العنف معناتها توا معناتها صحيح رساله من الاتحاد، اما نجم الاحتفال الجاي تعاود تاكل بعضها ولا لا؟ معناتها شنو نجموا نعملوا باش كما قال لطفي بن سيسي اليوم لازم نعملوا تحقيق عاجل في موجه التحضر اللي هبطت علينا معناتها شنو اللي لازم يصير باش نضمنوا ما عادش؟ لا هو فما خطاب سياسي نوفل، الملاحظه نتاعك مهمه جدا، وقت الناس تكون تسمع الخطاب السياسي اللي يجمع، فانه الناس تهزها موجه الايجابيه، لكن وقت يشوفوا انه فما ناس تدعو إلى التفرقة وتأليب التونسيين بعضهم البعض على البعض وغيره، فإنه أكيد مش تخلق شقين، ومش تخلق موجة من العنف، ومش تخلق موجة من الاعتداءات وحتى السلوك. معناها كيف نذكروا 7 أبريل اعتداء آثم على العاطلين عن العمل، نهار 9 أبريل على المواطنين التوانسة، قبلها صار أمام أو بعدها عفوا أمام المسرح، وهذا وقت يبدأ فما خطاب سياسي يشحن الناس ضد بعضها. واضح. اما بالنسبه تو معناتها اتحاد شغل البارح صحيح معناتها كانت احتفال، ولكن معناتها ما كانتش فما فرحه 100%، حسينا برشا حذر، حسينا حتى في خطاب سيد حسين العباسي معناتها اكثر منهم رسائل نقد وكذا، التوانسه اللي يقولوا لتو احتفلنا بالثوره. البارح فلتنا فرصه باش تكون احتفالات اكثر معناتها، البارح حسينا معناتها جو مشحون، مهما كانت ايجابيه الشيء اللي خرجنا منه، ما قعد الجو مشحون، ما فماش فرحه بالثوره، ما فماش ميساج ايجابي معناتها يطمن المواطن العادي. وقت المواطن العادي حتى في خطاب الامين العام نتاع الشغل نتاع كذا نتاع المواطن قعد خايف معناتها، قعد نفس تراه سي فتحي شنو رايك قبل ما والله الخطاب الامين العام كان معناها خطاب رائع جدا، وكان واضح فيه الامين العام في كل ما جرى في البلاد، في دفاع الاجور، في غلاء الاسعار، في مساله انه الاعتداء اللي صارت على الجامعه، لما كان انه يقع اعتداء على الجامعه، في اللي صار على المسرح على المبدعين، على يعني لما كان لعوده الدكتاتوريه في البلاد، والاتحاد عبر عن انه باش يبقى يدافع على الخدامه وعلى اجر الخدامه، ومش باش يسكت على الغلاء هذايا الاسعار. معناها ابريتو هذايا دوره التاريخي الاتحاد لازم يقوم به.